السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فاتحة بكلمكم. زي ما انتم شايفين كده، يعني حيث الطبيعة والشمس والدنيا دلوقتي الصبح، يعني تقريبا دلوقتي الساعة حوالي 9 يعني. في معلومة كده، بما اني جنب شجرة ليمون قلت اشاركها معاكم، يعني بما ان برضو بحب قوي الحاجات اللي ليها علاقة بالطبخ بقى والتوابل والكلام ده. فقلت اشاركها معاكم. أنا المعلومة يعني عرفتها قريب، فقلت انتهز الفرصة بالمرة اصور بقى الجمال ده. بصوا، عارفين في نوع من انواع التوابل اسمه اللي هو اللومي. يمكن ناس كتير اللي هي بتعمل كبسة او بتعمل او بتحب تحطه في الشوربة، او هو بتحطه في حاجات كتير يعني. وكمان عرفت ان هو كمان ممكن لو انتي من نوعية الناس او انت، يعني بما ان الطبخ مشترك بين النساء والرجال، فلو انتوا من الناس اللي بتفضل ان هي تعمل التوابل بتاعة السمك او توابل الفراخ او اي مكان في البيت، فهو من الحاجات المستحب ان انت او انتي تطحنيهم وتحطيهم في التوابل دي. فانا دلوقتي يعني هعرفكم ازاي طريقة ان احنا نعمل لومي. ومش شرط على فكرة، يعني انا برضو دي حاجة انا ما كنتش اعرفها. مش شرط ان اللومي يبقى لونه اسود. لا، هو عادي اللومي ده اتضح ان هو الليمون الناشف عادي جدا، ولكن لونه من اسود لاصفر بيفرق في طريقة تجفيفه. اللومي اللي هو بيبقى او الليمون المجفف اللي بيبقى لونه اسود، ده اللي احنا بنشتريه من عند العطار، ده بيكون متحمص في الفرن. اما الليمون اللي هو بيبقى لونه اصفر وناشف عادي، هو برضو لومي، بس اسم لومي ده اسم خليجي، او يعني اشقائنا الخلايجة هم اللي بيسموه كده. اما عندنا هنا في مصر اسمه ليمون ناشف عادي يعني. فالمهم انه الليمون بيتم تجفيفه بان هو بيتغسل كويس. طبعا يعني لو انتوا حابين انتوا تعملوه في البيت، وبعد كده بتجففوه من المية وتحطوه على شبكة. وبعد كده يعني بيتساب لمدة أسبوع ل10 أيام لحد لما ينشف خالص، طبعا تحت أشعة الشمس. من وقت للتاني بنفضل نقلب فيه علشان نضمن ان هو كده خلاص، يعني نشف من كل الجوانب او تعرض للتحميص من كل الجوانب. بس كده. فبما اني يعني عند شجرة الليمون، فقلت ان انا اشارك معاكم المعلومة دي، وكمان عشان انا بصراحة بستمتع قوي بالجو ده، فقلت بقى اخليكم تستمتعوا معايا يعني. يلا، باي باي.